صباح الخير، ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل جوله صغيره في نوتي، وهنتكلم شويه عن ازاي نبدا جورنالينج. طبعا دول مش كل نوت الجورنالينج بتاعتي. انا تقريبا بجورنال من 7 سنين. دي اول نوتة في حياتي اللي هو خلاص انا عرفت طريق النوت ده، بجد ده طريق ملوش رجعة. بجورنال وبكتب يوميا، وكل الحاجات الحلوة دي كان يعني على قدي خالص. حتى كنت لسه بكتب اسمي اللي هو رحمة محمد، يعني على اساس ان النوتة دي بتاعت حد تاني. المهم مش عايزة ألف في دي كتير بصراحة، في حاجات مش عايزة افتكرها، بس يعني أنا بجد كنت بعمل فيها كل حاجة اهو. يعني هنا كنت دايري عادي وبجورنال، وبعدها على طول كنت ساعتها بقدم ستيم، فكنت ببلان هذاكر ازاي وايه الريسورسز اللي هستخدمها. سفير التفوق، يعني لو حد بيتفرج وعدى على ستيم فهو عارف كويس قوي ايه ده. ف كده بقى، وشويه نكتب، شويه نبلان، شويه نذاكر. يعني شويه انا كنت كنت بحل هنا مسائل اي كيو كده. بجد كانت اكتر حاجه معشوقه في الحياه. بس دي كانت بدايتي. عشان بس ايه يا جماعه، بجد الدنيا ابسط واسهل من ان احنا لازم ابدا اشتري نوت زي دي من اول مره ومش عارف ايه. لا عادي، بنبدا باي حاجه موجوده، بورق عادي، ورق عادي جدا. وبعد كده ايه، مع الوقت لما فعلا بنتاكد احنا حابين الموضوع بيفرق معانا، بنبدا نجيب بقى نوت اكتر والموضوع وهكذا. يعني طبعا دي اول نوتة كنت بجورنال فيها. بس يعني ما اقدرش اقول على دي ان هي جورنالينج، يعني هي حاجات كتير. هي البدايه، دي كانت بدايتي. بعد كده ايه تطورنا، وايه بدأنا نشتري نوت ومش عارف ايه، ودخلنا في الاوبسيشن اللي لا راجع منه. دي اي ثينك طبعا في نوت اترمت، وفي نوت يعني لا اسقط الله لها حسا انا مش لاقيها وكده. يعني دي اي ثينك كانت، لا دي جديده، دي مش جديده يعني. بصوا دي اللي انا متاكده انها دي 2025. التطور بقى اللي وصلنا له ايه؟ اولا يعني بقيت اديزاين النوت بتاعتي بنفسي. دي حاجه انا ما كنتش بعملها، وانا عامه يعني بحب اجيب اللي هي الحاجات الجاهزه دي على طول. كان في سنه كده انا كنت اوبسيشن انا واليونيكورن، كان كل حاجه عندي يونيكورن. ودي انا عملتها طبعا هاري بوتر حبيب قلبي، وهنا بقى بيهابي ومش عارف ايه، وانا جوه بشتم وبسب وبلعن يعني. المهم النوتة دي كانت بداية 2025 على فكرة، ومش بدايتها قوي. كان عندي شوية ظروف في أول السنة، فأنا ما كتبتش في أول شهر. يعني دي بدايتنا كانت 3/2/2025. ليتلي أنا مخلصاها. يعني أنا هو دي أواخر الصفح خالص أهو لحد هنا. يعني كل ده خلصان. آخر يوم كان تقريبا 23/4/2025، أو يعني آخر شهر 4. يعني احنا بنتكلم إن النوتة دي إن احنا وصلنا، في الدايري وفي الجورنالينج للتطور، ان احنا بقينا نخلص نوتة كاملة في شهرين. شهر 4 لحد النهاردة 8، لحد النهاردة احنا في شهر 9 يعني. لحد اخر 8 كان في نوتة كنت بكتب فيها اكبر من دي بكتير، وورقها اكتر من دي بكتير، وكنت مخلصة مثلا ربعها. ف يعني احنا وصلنا من دي، لان احنا مخلصين دي في شهرين في سنه واحده، وجبنا بعدها واحده كمان. نوتة 2024 خلاص هي نهارت خالص. دي نوتة 2024، ودي نوتة 23، وكان في نوتة 22 كمان. يعني كانت نوتة حلوه برضو، انا بجد مش فاكره انا خفتها فين ولا رميتها ولا عملت فيها ايه. بس كان في نوتة كمان قبل دول وكده. يعني كل سنه نوتة جديده بجد بتخلص. تمام. فايه خلينا ايه، دول نوت الجورنالينج. دي على فكره مفضله. انا بحب الخامه دي وبحب النوع ده. انا حتى مش فاكره انا اشتريتها لنفسي تقريبا، انا اشتريتها لنفسي ولا حد كان جايبها لي هديه، بس تقريبا انا اشتريتها لنفسي. خامتها تحفه. انا طبعا معرفش، مش فاكره كنت جايبها منين طبعا، بس بجد من احلى الحاجات. دي انا فاكره دي انا جايباها من المكتبه في 6 اكتوبر في الحصري. بصوا هي خامتها لذيذه وكويسه، بس ورقها كتير. دي حاجه مش بلاقيها كتير يعني. ورقها كتير، يعني ورقها كتير وكبيره، فالورقه بتاخد كلام كتير وكده. بس المهم هنرجع بقى ازاي نجورنال وافكار الجورنالينج وكده. بس خلينا ايه نكمل لف بقيه النوت. عندنا بقى ايه نوت البلان. دي لا تقل اهميه عن النوت الجورنالينج،
وكده هتقولي يا رحمه انت بتبلاني ليه في ورق، ما تبلاني على البتاع؟ انا عندي ازمه، انا ما بعرفش، انا بكتب كل حاجه حتى واروح محولها تاني يعني على جوجل كالندر، بس ده الاساس بتاعي، ده كل حاجه. انا بحب اعلم، انا بحب الصح دي. هو انا نوتة التودو مش موجوده، بس هو في نوتة التودو بتبقى كده دي، يعني خلينا بما ان انا مش لاقيها. نوتة التودو دي بتبقى في الحجم ده، مربعه كده، بكتب فيها بقى اللي هي مهام اليوم نفسه، يعني دي بلانر الاسبوع والشهر والسنه. لكن النوتة الاصغر دي بتكون بلانر اليوم، كل يوم الصلاه، الاذكار، بجد كل تفصيله في اليوم بكتبها. وبجد ده بيفرق قوي ان انت تحس انك في حاجات هي روتينيه انت بتعملها كل يوم، بس لما بتحطها انك مش بتعملها كده والسلام، لا ده فعلا روتين، تحس ان انت متحكم اولا في اليوم. ثانيا لما مثلا اليوم يخلص وتحس انت ما انجزتش فيه حاجه، ترجع تبص كده، لا ده انا صليت كل صلواتي مثلا، قرات الاذكار، عملت ايه تاني، مثلا كان عليا المطبخ خلصت المطبخ، نشرت غسيل، ذاكرت حاجه ممكن تبان في عقلي ان هي ما تسواش حاجه قصاد جدولي الكبير، بس ده مش معناه ان اليوم ما تعملش فيه حاجه، لا اليوم اتعمل فيه حاجه. تمام. فبجد التودو مهمه قوي. دي بصوا هي دي نوته برضو بصراحه تودو، تقسيمتها جوه بلانر، تقسيمتها جوه تقسيمه بلانر، بس انا مستخسره الشكل ده ان انا استخدمها في بلانر. حاسه اني عايزه اعمل لها حاجه للكليه وكده، فانا مش هستخدمها غير للكليه. مش عارفه هعملها ازاي، لان انا متعوده على الشكل ده. بصوا هي بتبقى متقسمه من جوه ازاي، بتبقى الاول مربعات، هي على فكره تقريبا اشهر حاجه في السوق، وبعد كده فاضيه، بعد كده منقطه، بعد كده منقطه، وايه واللي هو بقى انا عادي السطور العاديه. والناحيه التانية بصوا هي الناحيه التانية بصراحه ملهاش تأثير، ممكن استخدمها في الامتنان، غالبا بستخدمها في الامتنان، او اني عايزه كل يوم اعلمه بحاجه جديده، يعني بحاجه حصلت فيه. هي اوكي هنا في ويكلي بلانر وويكلي سيلف لوف ومونثلي بلانر، بس هي مش الشهور كلها ومش الاسابيع كلها، فهي بجد حاجه غريبه جدا، مش فاهمه هم عاملينها كده ليه، ما هو تعملوها كلها ما تعملوهاش يعني. بس انا بستخدمها بصراحه بطريقه تانية، اني ايه لما بحب ان انا اعمل عاده الامتنان في حاجات بسيطه مببقاش قادره اكتب كتير، بستخدمها في المربعات الصغيره دي اني اكتب حاجه واحده، مثلا السما، الشجره، مش عارفه ايه كده، فبنلاقي لها حل يعني. بس هي مش انت اللي هتبلان بايدك، بس دي هنخليها ايه للكليه. عندي ايه بقى، دول تو بلانرز برضو، هو نفس الستايل من جوه، مفيش اي تغيير، هوريكم حتى مستخدمه من جوه ازاي. دول البلانرز بتاعت السنه، الشهر، الاسبوع، ال3 شهور، وكل الحاجات دي مش فاكره سنه كام، وكل سنه كان في بلان برضو، كان في بلان دي 2023. اوكي. يعني مثلا هنا اعتقد عادي اوريها لكم. كان شهر 3. طبعا احيانا بقدر ارسم والون، واحيانا مش ببقى قادره، لا يعني ماشي. هو في فبراير كنت كاتبه حاله من الخمول والارهاق والضغط ومش عارفه ايه وكل الحاجات دي. فكان يعني كان فبراير ضايع خالص. شهر 3 حاولت اكتب حاجات وبعلم في اخر الشهر ايه الحاجات اللي عملتها. تمام. شهر 4 كان رمضان، قعدت اعمل بلالين عشان سوري كان العيد تقريبا، وانا بجد انا ما بعرفش الون ولا ارسم اعمل، بس انا اعمل حاجه لذيذه تغير شكل البتاع. يعني انا عايزه اوريك اوجست كان المفروض ده بتاعه اب، بس يعني هي تحولت عارفين انتوا في الكرتون الرعب اللي احنا كنا بنتفرج عليه، اللي البيت بيصحى فيه، اللي مقتول فيه بنت اللي هي صاحبه البيت وكده، يعني هو تحول من اب لبيت الرعب. يعني معلش مستحمل ده اوجست بقى عشان عيد ميلادي وكده، يعني لا حول الله لا بس ايه دي حاجات انبسطت. بس يعني دي كلها بقى ايه كل يوم بلانر. بعمل الاول بلان للشهر اللي هي النقط زي ما عملنا، وبعد كده ببدا اجيب اللي هو شرح المتحف، ماشي دي حاجه عاديه. بجيب مثلا ادي 30/8 31/8 اللي هو بقى بالاسبوع بكتب ايه. اول حاجه بعملها بشوف انا ايه عندي في الجدول ثوابت، يعني مثلا عندي
كان عندي ايه يا ربي دلوقتي، كان عندي تورز في المتحف لما كنت بتمرن في المتحف، وعندي مشروع المتحف ومش عارف ايه. فدي حاجات جداول ثابته، الجداول مش بتتغير، فدي اول حاجه بروح كاتباها. تاني حاجه كان عندي اجتماع في التحكيم، فده جدول ثابت مش بيتغير. بعد كده بسويتش كل حاجه عليه بقى، اللي هو خلاص انا جدولي واضح، يعني بتبقى دي الحاجات الاولانيه جدولي واضح فيها. بشوف ايه اللي متبقي في اليوم هقدر اعمل فيه ايه. في مثلا الايام اللي كنت عليا في البيت كنت بكتب الايام اللي عليا في البيت، برضو ده جدول ثابت. بعد كده ابدا اشوف حاجتي انا بقى دنيتي ايه. الجيم، ابدا اكتب الجيم، ابدا اشوف الجيم هروحه كم مره، هعمل ايه، هذاكر ايه، وهكذا. تن 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 يعني هي الدنيا كده. دي بقى ايه، دي كانت من 2023. لما بتوه بنبدا بعمل ايه بقى انا مش عارفه، بعمل رحمه فوق كبيره واطلع منها. رحمه دي بتعمل ايه في حياتها، دي برضو رحمه هنا مختلفه شويه، نفسيا جسديا شكل وستايل. من الاخر بعمل مش عارفه اسمها ايه، كنت سامعه بنت انا مش فاكره، عايزه احفظ اسمها عشان بحبها قوي. كانت قايله ان دي حاجه احنا بنعملها، لو احنا بنتخيل احنا عايزين يبقى شكلنا ايه، ستايلنا ايه، بنتكلم ازاي ومش عارف ايه، عشان التخيل ده نحوله الحقيقه. مش عارفه ايه مش عارفه affirmations ولا كانت هي قالت له اسم يعني، بس انا مش فاكره. بس هنا انا الطريقه دي ما كنتش هنا بعمل تخيلي عن رحمه اللي جايه، انا كنت بعمل رحمه الحاليه ايه في حياتها وايه اللي عايزين نغيره، فبنعمل التخيل بعد كده. بس يعني بكتب الاساس اللي انا فيه عشان افهم انا هتغير واروح لفين، وايه اللي عايزاه، ايه اللي عايزاه يبقى موجود. تمام. هنا بقى لا بلاش ده، مش هوريكم حاجه. هنا كنت بعمل حوار التراكر. بص التراكر لذيذه جدا، بس انا حاسه ان التراكر السنه فاشل. يعني انا كنت بعمل تراكر السنه الاول التزمت، ويعني لهوي على الشطاره. اولا المربعات الكتير مش حاساها حاجه كويسه، ما عدا بصراحه في الايموشنز، لا محتاجه تكون كتير عشان نفهم مشاعرنا بشكل ديبي اكتر. بس القرايه مثلا انا كنت عامله اللي هو قريت النهارده هل من 1 ل5 صفح ولا هل من 6 ل10 مش عارفه ايه. هي حاجه كويسه وديديكيتد قوي، بس انا ما حسيتش ان انا عرفت التزم بيها، وحسيتها يعني حسيت ان لا كتير تو ماتش. وبحس برضو ان البلان التو ماتش ده ان المفروض يبقى فيه شويه عشوائيه في الحوار عشان احاول احارب البرفكشنزم. بس بجد تو ماتش، يعني احنا كنا ممكن نعمل يس اور نو، يعني اللي هو التراكر يس اور نو خلاص. ولما احس بيوم تميز مثلا اعمل فيه علامه جديده. برضو هنا كنت عامله، هي فكره التراكر خطيره، بس اي ثينك ان هي شهري او اسبوعي افضل. لان ثانوي بجد كتيره وصعبه يعني شكلها لذيذ في اخر السنه، بس هي صعبه هتوه منكم، هتحسوا بستريس ومش عارف ايه. دي كانت لذيذه جدا. دي هنا كنت بعمل اللي هو كان ايه، ان انا زيرو سوشيال ميديا، وان انا مش هفتح السوشيال ميديا. والصراحه كنت التزمت، دي يمكن من اطول فترات في حياتي اللي التزمت فيها. كنت مقسماها هما 3 تراكرز. ايه يا ربي، الزيرو سوشيال ميديا او ساعه. كنت اصلا التحدي بالنسبه لي ان انا اقعد ساعه واحده بس، وفعلا عملت كده اكتر من 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حوالي 15 يوم عرفت التزم ان انا اقعد ساعه بس على الموبايل، وحوالي 8 ايام زيرو سوشيال ميديا خالص. وده رقم كبير بالنسبه لي، ان انا عندي الاوبسيشن ده غصب عني يعني. وبس. وهنا مثلا في حاجات تانية لذيذه برضو كنت عملتها، دي بجد 2023 كنت جربت فيها حاجات كتير قوي. انا كلمتكم قبل كده على صندوق السعي وعملت عنه فيديو كمان. طيب صندوق السعي هي في مش فاكره اسمه ايه، بتاع مدينه مصر. هو كان قال جمله جميله قوي في بودكاست، كان بيقول تيك ذا ريسك ياتيك الرزق. ده احلى يعني حاجه انا سمعتها في حياتي، وانا اصلا مؤمنه بيها حتى لو ما كانش ليا يعني ما كنتش مسميها زي ما هو مسميها بجد. يعني اولا انا مدرسه ترمي نفسك في البحر والميه هترفعك، وبجد عمري ما ندمت. حتى الندم بيبقى ندم يعقبه تعلم من الاخر. فبجد دي احلى حاجه. انا بقى كنت بعمل ايه، انا زعلانه، انا ده 2023 انا بقالي سنتين ما بعيش الموضوع ده، بس ايه عادي يعني نرجع له مفيش مشكله. ان طيب مني تهكني كنت بكتب حاجات اللي عايزه اقدم فيها. وكان الريجكشن الاخضر، الاورنج الاكسبتنس، والاصفر اللي هو
اللي هو سعي، يعني هي حاجه انا مش ما اتقبلتش فيها وما اترفضتش فيها، بس هي ما كملتش للاخر. فكنت بعملها برضو، كنت بكتبها. ويعني مثلا سافرت رشيد واتطوعت في الاكرم. خلاص هي مش اكسبتنس، لان هي حاجه جات لي بطريقه ما فيهاش انترفيوز وكده. فده كان بالنسبه لي سعي. العباقره، رحت العباقره، عدينا اول فلتريشن وتاني فلتريشن، كنا هنعدي على حاجات بسيطه قوي. فده بالنسبه لي ده كان سعي، لاني رحت حتى وانا خايفه. بالاخص السعي انا بخليه في الحاجات اللي انا كنت خايفه منها او اللي ما كنتش عايزه اروح، بس حاربت الخوف ورحت. تن 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 ريجكشن طبعا كتير ما تعدش يعني يا جيمي. وبس. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا حاجه كمان. عندنا على فكره البلانر مهمه بجد في اهميه الجورنالينج. يعني هنا كنت في حاجه كانت لذيذه قوي انا ما بقتش اعملها، مش فاكره كنت اتعلمتها من انهي فيديو بصراحه. عايزه ابقى اركز في الحاجات دي عشان اكتبها لكم. كان في حاجه اسمها monthly reflection. احنا عارفين المونثلي reflection، بس ده كان monthly reflection مختلف خالص عن اي monthly reflection اللي عملته. monthly reflection انا بقرا الكلام اللي انا كتبته طول السنه، سوري طول الشهر، او البلان ايه اللي عملته، طب ليه ده ما خلصش والكلام ده كله. هنا monthly reflection كان في 1 2 3 4 5 6 نقط. اكتر شيء سيء، اكتر شيء سعيده بيه، درس اتعلمته، احلى الذكريات، مساحه للتحسين، ونيه للشهر الجاي. بجد نقطتين في كل بتاع، بس بتلخص لك انت طلعتي بايه من الشهر ده. بجد 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 انا فاكره هي ازاي فرقت معايا. حاجه تانية، لان انا كنت في جيرني كده اللي هو رحله تشافري سيلف. اللي عارفني على تيك توك عارف الموضوع ده. كنت بعمل ايه بقى؟ كانت حاجه برضو لذيذه قوي. بعمل هنا، يعني هي تبان شكلها معشوق ووحش وكده، بس هي بجد حلوه قوي وخطيره. انا ما عملتهاش غير مرتين بس بجد. الله، دي 2024 و 2023 سوا. اوكي. ان انا باجي برسم، بلون، بعمل اي حاجه، بكتب رحمه، وبكتب برضو ميموريز للسنه دي، سوري للشهر، صفه، حدث، انجاز، امتنان، وما بينهم بقى بكتب كلمات عابره، بكتب اكتر يعني. وعلى فكره وحاجات بجد عشوائيه جدا، مش حاجه اللي هو عن رحمه بس. يعني كنت كاتبه حدث، متطوعه في الاكرم، انجازات، عديت اسبوع ميد ترم صعب عليا، صفات، برمي نفسي في البحر، شطوره كده، امتنان، انه اختار لي وما خيرنيش، لعله يقبل السعي. انا مش عارفه بصراحه ده كان ايه ساعتها، بس كان اكيد حاجه مهمه عندي. كلمات عابره، كلام ممكن يكون من ناس جميله قالوهولي وكان فارق معايا. بقيت بقى بتاع ايه لذيذ موت اني كاتبه بقى هناك احتمال اخر التتويج مسعينا بغير الهزيمه ما دمنا قررنا، اهي بتاعت رضوى عاشور، ودو ات سكيرد. يعني هي حاجات عابره جدا، حاجات عشوائيه جدا، بس بيطلع الشكل ده في الاخر. ممكن هو مش شكل عاطفي، بس هو it means a lot to me، فدي اهم حاجه. دي كانت نوتة I think 23 و 24 سنة، ودي نوتة 25 اللي خلصتها ودخلت على واحدة كمان. يعني بجد يعني هقول ان نوتة ان 25 هي التطور الحقيقي الرحمة، واللي بجد كنت ديديكيتد قوي في كل حاجة. طيب احنا بقى ايه النوت؟ مفيش اختلاف كبير قوي بقى، بس في نقطة هقول لكم عليها برضو. هنا كنت بدأت من شهر 2، كان عندي انا مش عارفة بجد كان عندي شهر 1 خلاني ما اعرفش اعمل حاجة. كنت جربت طريقة وبجد نفعت معايا قبل ما اجدول اليوم الاسبوع، عشان انا ببقى عايزة اعمل حاجات كتير وبحس اني مش لاحقة وكده. طبعا بعيدا عن الحاجات الاساسية، مثلا عايزة اخد كورسات، عايزة اذاكر، عايزة اعمل حاجة، بروح مقسمهم الاول سكاشن. يعني هنا اهو دراسة، فريلانس، التعرف على الله او اللي هو الجانب الديني، ورياضة. يعني هو ايه الجانب الديني والجانب النفسي وجانب الاكاديمي يعني دي دراسة بس جانب اكاديمي، وجانب اللي هو الفريلانس وكده. بجد كنت مبسوطة بيه بجد. هو من الاسابيع اللي انا فاكرة ان قد ايه هي مش اسابيع يعني، او اسابيع والله يعني كانت الظروف مش سامحة بحاجة تانية. المهم ان بجد
مثلا كنت مقرره عشان انا عندي عشوائيه خطيره في حته ان انا ممكن افتح مليون كورس في وقت واحد. انا هخلص كورس ملك حاتم، كانت يعني اللي ما يعرفش ملك حاتم هي واحده من اشطر الكونتنت كرييترز عندنا. كانت عامله كورس على ينفع وكده. قررت انا مش بس كتبت كورس ملك حاتم، انا حددت مرات في الاسبوع هفتح فيها ومده كمان. وكان هنا ماشيه بمدرسه يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. لو حد سمع فيديو ليه اسمه ايه ده ليه ما بنكملش هيلاقيني اتكلمت في الموضوع ده ان ديتيل يعني. المهم ان انا خليته كان 3 مرات في الاسبوع. انا ساعتها ما كانش عندي حاجه تاني يعني، ما كانش عندي حاجه بنزل لها فكنت فاضيه، فخليته 3 مرات في الاسبوع كل مره نص ساعه. هل كنت بلتزم بالنص ساعه؟ بجد هو انا على رحمه نص ساعه دي مش حاجه. فبتحط اقل حاجه اللي هو انت هتستخسر يعني ايه، مش يعني ده مش رقم بالنسبه لك. فانا كنت بقعد نص ساعه وكنت بطول على نص ساعه كمان، بس كنت بحاول حتى لو قادره التزم بنص ساعه عشان احافظ من الاخر. يعني كنت بربي نفسي على ان انا لما اوعد نفسي ب ب ب ب في اليوم بمجهود معين لا ازود عليه ولا انقص عليه. فحتى لو قادره اعمل اكتر طالما مش مضغوطه، طالما مش عندي حاجه لازم تتسلم، مش هضغط نفسي وهدي الوقت ده لجسمي ان هو يرتاح او اني هقوم اعمل له حاجه يعني. المهم الجانب برضو التعرف على الله كان مرتين في اسبوع من نص ساعه لساعه. الجانب النفسي كان الجانب النفسي والرياضي كان الامتنان واي ثينك المشي او الجيم وهكذا. وبرضو الجيم كنت حاطه 3 مرات في الاسبوع والامتنان كل يوم 5 دقايق وهكذا. تمام. والدراسه كانت بالنسبه لي مذاكره الجامعه بعد الجامعه، بس ساعتها اصلا قررت ان اخد جبير ف يعني ما رحتش الجامعه اصلا. تمام. وبعد كده بريفلكت وهنا مثلا في البلانر بيبقى عندي ايام فيها ماتشات وايام ما فيهاش ماتشات. بستنى التوزيعه بالاخص في الدراسه، الكلام ده في الدراسه بستنى التوزيعه. الايام اللي فيها ماتشات بيبقى نظام في الدراسه في المذاكره، وايام اللي ما فيهاش ماتشات نظام تاني، ان هنا هيكون عندي وقت اطول وهنا مش بيكون عندي وقت كبير بالاخص لو نفس اليوم ده انا رايحه الجامعه. تمام. واحيانا برضو بعمل ايه لو الاسبوع في مشاوير المفروض تخلص، بحاول اني اضغط ان النازله تبقى نازله واحده علشان خاطر الايام اللي ابقى فيها في البيت ابقى مركزه واعمل حاجات مهمه انا مأجلاها. الله احنا طولنا قوي. ماشي. دي بقى ايه يعني بلانر بقى كل شهر ومش عارفه ايه. هي بجد خلصت يعني، دي اخر ورقتين خلاص كده يعني ايه او 3 4 ورقات بس كده خلاص. طيب في بقى جانب اخر من البلاننج. طبعا احنا قلنا ايه التراكر هنا سمعت كلامي وخليتها يس اور نو، بس برضو فكره السنه كانت فكره فاشله. تمام. فبلاش السنه. لكم بقى ايه هنا برضو بكتب اللايف ليست وكده والباكت ليست والحاجات اللذيذه دي والحاجات المهمه اللي مش بتتكتب في الجورنالينج والدايري. الحاجات اللي هي بجد يعني انا محتاجه ان انا اكون مركزه فيها، عايزه ايه المرحله الجايه وهخليها في نوتس وكده اهو يعني زي كده مثلا. تمام. وهنا بقى دي احسن الطرق واحسن حاجات اللي انا جربتها او عايزه اجربها بخصوص البلاننج والالتزام بالروتين وان انا ايه اكون ديديكيتد. مش عارفه قلت ديديكيتد كام مره النهارده. بصوا مثلا هنا من البلانز، هنا بصوا هفهمكم حاجه، هنا مش بعملهم كلهم في نفس المره، بستخدم كل فتره حاجه. اولا ده بيساعدك ان انت تجرب حاجات جديده، وثانيا لحد ما توصل لاحسن طريقه لعمل الروتين. يعني بصوا يا جماعه مفيش حاجه ثابته، جربوا وعيشوا واعملوا كل حاجه، واللي يبوظ يبوظ واللي يتعمل واللي على فكره ممكن يبوظ النهارده ممكن بكره يناسب الظروف اللي عندك. يعني هنا كان تراكر ان انا هعمل تراكر لكذا وكذا وكذا وكذا. هنا ليه مثلا ما بنلتزمش وليه ما بنبقاش مكملين اليوم عايزاه يمشي ازاي، الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. ايه تاني ماشي اللي هي حياتي فيها ايه، الدين، العلاقات الماديه، ماديا نفسيا جسمي. كاتب مثلا هنا شجعتك في اختيار الاماكن اللي تستحقها بلس الشكر لان شكرتم لازيدنكم.
ايه احسن 3 حاجات عملتها. دي بقى ريفليكشن سنه، اسئله، دي اسئله جورنالينج بقى. هنا نبدا. جورنالينج، هنقول الجورنالينج فيه اولا الجورنالينج انواع، والجورنالينج ليه اشكال، والجورنالينج ليه تخصصات وحاجات كتير قوي. يعني هتكلم عن الفيديو لوحده كمان بشكل تعمقي. حلو تعمقي دي بشكل متعمق اكتر. بس مثلا هنا كان للسنه كلها، اللي هو مثلا ايه احسن 3 حاجات، ايه احسن 3 حاجات عملتها في 2024، ايه اكتر حاجه انا فخوره بيها السنه دي، وهكذا. ده ريفليكشن يعني عام على السنه كلها. وبس بقى هنا كاتبه بقى ايه انا عايزه ايه احسن نسخه مني، عايزه شكل احسن نسخه مني دي عامله ازاي، في علاقتها بربنا عامله ازاي، في علاقتها باهلها عامله ازاي، في علاقتها بالبيت عامله ازاي، في علاقتها بالجامعه عامله ازاي، في علاقتها باصحابها في الجامعه عامله ازاي، في دنيتها عامله ازاي، مع جسمها عامله ازاي، في شكلها وستايلها وكل الحاجات دي. كل الحاجات دي ايه بنبدا نتخيلها عشان نعرف نحققها. طيب احنا كده يعتبر بدأنا في ازاي نجورن. هنا بصوا الالتزام، بصوا الحلاوه. يعني دي عامه انا بعمل كل ده عشان ايه؟ عشان اوصل للمنظر العظيم ده. ده بالنسبه لي هو ده. انا مش عارفه انا كاتبه ايه، بس احسن كنت كاتبه كارثه ولا حاجه. ان شاء الله مش كاتبه كارثه يعني، بس ايه اهو هو ده. ودول دي ادعيه، ماشي. دي اللي بمشي بيها في كل حته، دي فيها كل حاجه في الدنيا، افكاري مش عارفه ايه، بمشي بيها في كل حته في الدنيا، صغيره جميله تتبان. طبعا هي باظت في مره كده، بس يعني لسه برضو فيها يعني عايشين بيها. يعني مثلا لكم حاجه، انا في يوم كنت بجد تعبانه قوي وكنت محتاجه، كنتش قادره اكتب، يعني كنت خلاص وصلت لمرحله من الاوفر ويلمنج خلاص. ساعتها قعدت شغل كده، وبجد فرقت بجد. دي نقطة الافكار الكونتنت وشوية حاجات للكونتنت. مثلا في شوتس عايزة اخدها او فيديوز عايزة اصورها، بكتبها هنا، بكتب شكلها يبقى عامل ازاي وابدا اصورها وهكذا. دي بقى حبيبة قلبي، دي اول نوتة صغيرة اشتريها. انا وقت الثانوية عامة كلنا بنبقى عمالين دماغنا بتفكر في مليون حاجة، فساعتها هي كانت ملك حاتم قالت عليها ديستراكشن، انا كنت بسميها باكت ليست عادي. كنت بكتب كل احلامي بخصوص حياتي كلها في الباكت ليست دي، عشان الديستراكشن، عشان خاطر اني افضي دماغي. واللي هو ايه لما بنكتب الحاجه اللي انا عماله دماغي بتفكر اني عايزه اعملها، خلاص انا بالنسبه لي هرجع لها بعدين بس. وهنا بقى شويه ايه الطلبات والماديات يعني الشهر ده في فلوس كذا للجامعه، في مواصلات كذا، وايه والحاجات الحلوه دي. فدي برضو ايه دي عشوائيه شويه، بس يعني مهمه فيها حاجات مهمه. طيب دول من اهم الحاجات في حياتي بصراحه، لان دول ملخص سنه من العلاج النفسي ومن القرايه ومن التعلم بخصوص الجانب النفسي. دي نوتة الثيرابيست اصلا اللي كنت باخد فيها الواجب، وكنت بعمل فيها شويه واجب، وكنت بكتب الحاجات اللي عايزه اتكلم فيها مع الدكتور وكده. انا قطعت منها حاجات كتير وكده، وفي حاجات تانية لا، يعني عشان كده هي تحسها فاضية، بس هي كانت اكبر من كده بكتير. بس فدي يعني دي في حتة تانية. دي كانت بدايتي من ناحية العلاج النفسي. ودي التعلم بقى، الحاجات اللي بتعلمها من دي، مش من دي بس، من القراية، من كل حاجه حرفيا. يعني هنا وهنا السيف ذا ايتمز برضو. بجد يا جماعه لما بتتحكموا في الالجوريثم بتاعه الاكونتس بتاعتكم بيطلع لكم حاجات بجد مفيده جدا، حتى لو شورتس، حتى لو بوست على الفيسبوك. يعني بوستات الفيسبوك دي والله العظيم كنز، يعني ما اعرفش الناس دي ما بتعملش فيديوهات ليه. فاي حاجه بتعلمها في الحياه ومن الجانب النفسي انا بكتبها هنا. تيك. وحتى صحابي في مره كنت سالتهم على حاجه، كان في كده كنت بسمع دكتور عماد رشاد كان قايل ان احنا عشان خاطر فعلا نعرف احنا ايه كويسين في ايه وحشين في ايه وكده، محتاجين نسال الناس اللي حوالينا، وهم اللي هيكونوا عنينا وشايفيننا، يعني بس ناس ينفع نسالهم. فعلا ساعتها سالت صحابي وقالوا لي حاجات انا حتى لو واخده بالي منها مش هعرف اوظفها زي ما هم عرفوا يقولوها لي. تمام. بجد الانسان سهل عليه ان هو يعرف الناس كلها الا نفسه، ولو ان اهم حاجه يعرفها هي نفسه. فكانت حاجات ساعدتني اني اشوف ايه الحاجات اللي بقع فيها. يعني انا مثلا عندي حاجه وحشه جدا، انا براكم
اتعودت يعني اللي هو ايه، في اللحظه اللي باخد فيها الصدمه اللحظه اللي باخد فيها الصدمه ما كنتش بالي خالص ان دي صدمه. فعلى ما يكون ليا رد فعل بيجي متاخر قوي، بيجي مش في مكانه، حتى لو في مكانه، حتى لو في الشخص المسبب للصدمه، بس هي بتيجي متاخره قوي. فده حاجه بجد انا بعاني منها جامد، وبحاول كل مدى اني اقربها. بس على الاقل انا مثلا كنت في الاول بلغي ان انا خلاص اللي هو انت السبب، انت اللي ما اخدتيش حقك، او انت اللي ما ردتيش وانت كنت محتاجه تردي، فما تعاتبيش نفسك. لا هرد حتى لو هتيجي متاخره بعد مليون سنه، بس ده حقي على نفسي. بس اللي هو ايه بقى، خلاص نوصل لمرحله التطور الجديد ان انا كمان اخلصها دلوقتي. يعني هي دلوقتي يبقى هي هتخلص دلوقتي. فدي مثلا من الحاجات اللي فيها اللي تعبانه اني احاول اصلحها وكده. بس الانسان يقدر ان هو يتعلم ويصلح من مشاكله. كنت بكتب عن الاكتئاب عشان ده تشخيصي، فكنت بتعلم عنه، وبجد دي اكتر حاجه ساعدتني. لما تعرف الحاجه اللي عندك من مدرستي انا يعني، او من اللي بينفع معايا، لما بعرف الحاجه اللي عندي مش بتخليني افضل عايشه في دور الضحيه، قد ما ببقى خلاص انا هنا مسؤوليه تامه ان انا اتعلم عن الحاجه دي. مش هتعلم بشكل يعني اكاديمي، بس اعرف ازاي اخرج منها وكده. لكن لما بحس ان انا تايهه كده، معرفش انا فيا ايه، بس انا مش كويسه بجد، بفضل تايهه كتير مبقاش عارفه. فلما بتوصل للحاجه اللي عندك بتعرف تتعامل معاها وتفهمها. وبس يعني دي بقى ايه، كنت في كتابين، واحد كتاب دكتور عماد رشاد ده كنز، وكتاب تاني دكتور محمد ابراهيم اللي هو جلسات نفسيه، في ناس كتير عارفاه برضو. اللي اتعلمته وطلعت منه بكتبه هنا. فبس دي نوتي. والجورنالينج عندنا سنوي، شهري، ويومي، واسبوعي كمان. الجورنالينج برضو بيكون متقسم حاجات مختلفة، اللي هو مثلا talk to your inner child، anxiety، عن الانكزايتي، مع الانر تشايلد، سيلف لوف، gratitude، اسئله عشان المنتل هيلث، وحاجات كتيره قوي. تمام. في اختلاف طبعا ما بين الدايري والجورنالينج. انا لما بقول ان انا بجورنال، انا اقصد بيها الاثنين. انا بكتب يومي، ويعني يا الصبح يا بالليل، بس غالبا بيبقى الصبح. وبجيب بعد كده سؤال. الاسئله طيب بنجيبها منين؟ في ناس كتير قوي على الانستجرام وعلى اليوتيوب، واحسن حاجه طبعا بنترست بيديك كل الافكار وبشكل تخصصي قوي. وبس. وفي الفيديو بتاع الجورنالينج بس هديكوا فيه كل الريسورسز اللي ممكن تاخدوا منها بجد اسئله كويسه تساعدكم في بدايه ان انتوا تجورنال وكده. واشوفكم قريب ان شاء الله مع حاجه جديده، اللي غالبا هتبقى نوت برضه.